الحقيقة ما وجدناش على هذه الأسئلة، ولكن غنحاول بالنسبة للسيد النائب بعدا ما عرفتوش واش في المعارضة ولا في الأغلبية. هذا السؤال اللي طرح عليا صعيب شوية. المشكل تاع الذكاء الاصطناعي هذا مشكل جديد وما كاينش عليه شي أجوبة يوميا. شوفوا تفرجوا معايا في هذا الفيديو كيفاش الأطفال البرلمانيين كيحرجوا الوزراء. تفرج. بعض الوزراء، علاش الوزراء وبعض النواب كيتحدثوا باللغه الفرنسيه؟ ولا ما جاوبتش على كل شيء، ان شاء الله نجاوبوا كتابة من بعد. لوزير التعليم أيضا، ففي ظل التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره على جميع القطاعات. شوفوا تبارك الله الأطفال المغاربة كيفاش كيطرحوا الأسئلة ديالهم أحسن من الكبار، أحسن بكثير. يلاحظ في قطاع التعليم تدهور على مستوى التحصيل الدراسي بسبب اعتماد الطلاب على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا من اعتمادهم على تطوير مهاراتهم الفكرية. فسؤالي هو، هل لدى سيادتكم أي خطط من أجل معالجة هذه الظاهرة؟ هذا السؤال هو السبب ديال التلعثم ديال السيد الوزير، وهو اللي تسبب له في إحراج كبير دار بوم في المغرب كامل. تفرج. الحقيقة ما وجدناش على هذه الأسئلة، ولكن غنحاول ولا ما جاوبتش على كل يعني واحد الإمكانية باش نحسنوا يعني الأجوبة في الامتحانات وداك الشيء. هادشي كله. ايوا السيد الوزير راه خاصك توقد معنا شويه وتفيق. هذا الجيل ديال اليوم اللي طالع راه ما كيعرفش النعاس وما كيعرفش الكسل والخمول، ما كاين غير المواكبه. وايضا ما هي خططكم في مجال توفير التجهيزات الاساسيه للعمليه التعليميه، وكذا في مجال تتبع مشاريع اصلاح التعليم؟ مجلس الساده الوزراء، الساده رؤساء الفرق، اذا في الدستور عندنا، في الدستور المغربي عندنا اللغه العربيه. كاين واسمع لي هذا السؤال نقي عند هاد البرلمانيه اللي ما توقعوا حتى واحد، وغادي يحرجهم كاملين وغيوضعهم امام مشكل حقيقي، وغيبقاو غير يشوفوا في بعضياتهم ما غيلقاو باش يجاوبوا. بعض الوزراء، علاش الوزراء وبعض النواب كيتحدثوا باللغه الفرنسيه، كيذكروا بعض المصطلحات باللغه الفرنسيه؟ شكرا. لما قلتم في الدورة الأولى لبرلمان الطفل سنة 1999 ميلادية، سألت واش شفتوا داك السؤال ديال اللغه العربيه بالضبط؟ وشوف ليا قارنوا مع هذا التلميذ ولا هذا الطالب هذا الصغير كيفاش كيهضر. وزير التشغيل السابق عن وضعية تشغيل الأطفال في العالم القروي، لذلك فنطلب من سيادتكم أن تبينوا لنا التغييرات التي طرأت بخصوص هذا الموضوع. شوف كيفاش غادي يجاوب الوزير وغادي يدوزها زعما بالضحك. انا تكلمت معكم باللغه العربيه، مره تفلت شي حاجه للساده الوزراء، ولكن كيكونوا بعض المصطلحات التقنيه وكاين عندكم الحق. بالنسبه للسيد النائب بعدا ما عرفتوش واش في المعارضه ولا في الاغلبيه. هذا السؤال اللي طرح عليا صعيب شويه. مع المعارضه. عندك الحق. اي اكيد انه عنده الحق وغادي يكون عنده الحق، ومستقبلا هذا الجيل هو اللي غتشوفوه انه كينظف البرلمان من الناس الفاسدين واللي كيفشلوا المغرب ديالنا واللي كيفشلوا ليه الرويض. هاد الناس وهذا الجيل كنتفائلوا به خير ان شاء الله، وغادي يقود البلاد ديالنا ان شاء الله الى بر الامان، وغادي نوصلوا ان شاء الله الى بلد التطور. علاش؟ لانهم بين فيهم الحماس وبين في عينهم انهم باغيين الاصلاح وما كيعرفوش انهم فعلا يعني يتصلوا بالمسؤوليه ديالهم. كنشوفوا للاسف الشديد واحد العمل مهم جدا. الاولاد هادو ما كيكونش منين كيكبروا ولا كيوليو وزراء ولا كيجيو لهذه المسؤوليه. شفنا بزاف ديال البرلمانيين كيصرحوا بانهم ما كانت عندهم حتى علاقه بالسياسه وغير ذلك، وانما جرتهم الاقدار شي نهار وكانت عنده شي قصه باش انه يمشي للسياسه، اغراءات ماليه ولا مزاوقات او غير ذلك، فجرته انه يكون مسؤول. داكشي علاش ما توقع منه والو وما توقع منه اصلاحات. وحتى الناس اللي كيشريو ويبيعوا في الاصوات ديال عباد الله والاصوات ديال الناس ما توقع منهم حتى حاجه. عذرا. فهاد الناس هادو الا كانوا ديال بصح كيمارسوا السياسه عن حب وباغي الاصلاح لبلادهم ومشاو ليها بالقرايه وبالوعي ديالهم، فبطبيعه الحال غادي يكونوا كفاءات اللي غتخدم البلاد ديالنا بطبيعه الحال، ونكونوا افضل ان شاء الله في المستقبل القريب والمستقبل العاجل ان شاء الله، الى حافظنا على الطهاره والنقاء ديال السريره ديال هاد التلامذ هادو وقراو مزيان. سمعت صراحه اسئله كانت اسئله جميله ورائعه جدا ما غتوقعهاش من هاد الاطفال هادو، ويعني ماشي زعما شي واحد كتب لهم الاسئله او غير ذلك، ولكن كيتبان فيهم انهم بغاو كيطرحوها ديال بصح.
اسئله في التعليم اللي داكشي اللي كيتعلق بهم، اسئله في التعليم، اسئله في يعني الاطفال، العالم القروي، الاسئله ديال التحرش، اسئله يعني ديال الذكاء الاصطناعي. تبارك الله، شوف لي هذا السؤال هذا الجميل، كيفاش هذه التلميذه هذه طرحت هذا السؤال ديال الذكاء الاصطناعي والتعليم، واللي كيساهم في انه كيفشل التلاميذ ديالنا، عوض انه يكون واحد سميتو اللي كيعاونهم. ولكن الا طرحتي ليه سؤال وتيجاوبك راه كتولي انت فاشل، ما كتبقى دير حتى حاجه نهائيا. يقود البلاد ديالنا ان شاء الله الى بر الامان، وغادي نوصلوا ان شاء الله الى بلد التطور. علاش؟ لانهم بين فيهم الحماس وبين في عينهم انهم باغين الاصلاح، وما كيعرفوش انهم يعني يتصلوا من المسؤوليات ديالهم. كنشوفوا للاسف الشديد هادشي اللي كاين في هاد الاولاد هادو ما كيكونش منين كيكبروا ولا كيوليو وزراء ولا كيجيو لهاد المسؤوليه. شفنا بزاف ديال البرلمانيين كيصرحوا بانهم ما كانت عندهم حتى علاقه بالسياسه وغير ذلك، وانما جرتهم الاقدار شي نهار وكانت عنده شي قصه باش انه يمشي للسياسه، اغراءات ماليه ولا مزاوقات او غير ذلك، فجرته انه يكون مسؤول. داكشي علاش ما توقع منه والو وما توقع منه اصلاحات. وحتى الناس اللي كيشريو ويبيعوا في الاصوات ديال عباد الله والاصوات ديال الناس ما توقع منهم حتى حاجه. عذرا. فهاد الناس هادو الا كانوا ديال بصح كيمارسوا السياسه عن حب وباغي الاصلاح لبلادهم ومشاو ليها بالقرايه وبالوعي ديالهم، فبطبيعه الحال غادي يكونوا كفاءات اللي غتخدم البلاد ديالنا بطبيعه الحال، ونكونوا افضل ان شاء الله في المستقبل القريب والمستقبل العاجل ان شاء الله، الا حافظنا على الطهاره والنقاء ديال السريره ديال هاد التلاميذ هادو وقراو مزيان. شفت سمعت صراحه اسئله كانت اسئله جميله ورائعه جدا ما غتوقعهاش من هاد الاطفال هادو، ويعني ماشي زعما شي واحد كتب لهم الاسئله او غير ذلك، ولكن كيتبان فيهم انهم بغاو كيطرحوها ديال بصح. اسئله في التعليم اللي داكشي اللي كيتعلق بهم، اسئله في التعليم، اسئله في يعني الاطفال، العالم القروي، الاسئله ديال التحرش، اسئله يعني ديال الذكاء الاصطناعي. تبارك الله، شوف لي هذا السؤال هذا الجميل، كيفاش هذه التلميذه هذه طرحت هذا السؤال ديال الذكاء الاصطناعي والتعليم، واللي كيساهم في انه كيفشل التلاميذ ديالنا، عوض انه يكون واحد سميتو اللي كيعاونهم. ولكن الا طرحتي ليه سؤال وتيجاوبك راه كتولي انت فاشل، ما كتبقى دير حتى حاجه نهائيا.